سألتكم الفيديو الماضي من الدارك ويب انه مين بتكون الدولة الجاية اللي يعمل عليها فيديو، وكانت اغلب التعليقات بين سوريا والاردن، بس يعني حسب ما شفت يعني النسبة الاكبر كانت للاردن، فهذا الفيديو رح اعمل عن الاردن، واللي بسوريا بعرف اغلبكم عم يطلب عن سوريا، فبهذا الفيديو رح شوف اول تعليق مين عليه اكثر لايكات ورح ننزل الفيديو الجاي عنه. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اس واي بي از باك. رجعنا لكم يا جماعة الخير فيديو جديد من سلسلة الدارك ويب. مثل ما شفتوا الفيديو الماضي عملنا عن الجزائر، فطلبت منكم بالتعليقات مين الفيديو الجاي اللي بدكم اياه، فكانت اغلب التعليقات كانت عن الاردن. يا جماعة الخير الدارك ويب تبع الاردن يعني معروف عالميا، هذا انا شايف يعني اغلب الاشخاص اللي جواته انا بعرفها، فلا رح اورجيكم الفيديوهات وراح اشوف انا كمان فيديوهات لانه ما بعرف كل الفيديوهات. فقبل ما يبدا المقطع يا جماعة الخير اللي مو حاط لايك يحط لايك، خلينا نوصل هذا الفيديو لاكثر من 2000 لايك، واللي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة، ما اقدر اشيل نوصل ل 100,000 مشترك، وحساباتي بتوصل اجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف. وبس هلا خلينا نبلش بالفيديو. انت انت تعرف انه صورك نزلت على الانترنت، كل من راح وكل من اجا بشوفهم. انا هسه اخذتهم هدول الصور. تمام راح اعد للثلاثة وفرجيك اياهم، بس قبل ما افرجيك اياهم اذا طلعت انت بتحط لايك وبتحط اضافة. وعد. تمام 1 2 3. انت ولا مش انت؟ احكي. تفاجأت وهاي طلع هاي الصورة ما احلاها. انت ولا مش انت؟ احكي شو مالك تفاجأت؟ عادي. بحياة اختك يحيى، بحياة اختك يعني عم تطمر العالم انت، يعني شو الفيديو هذا يحيى؟ بعدين عم تحكي مالك تفاجأت. انا ما تفاجأت يحيى من الصور حبيبي، انا تفاجأت يعني منك، يعني معقول انه لهالدرجة؟ يعني مو لهالدرجة يا يحيى. طبعا هدول فيديوهات من اخفف الفيديوهات لسه عند يحيى، لسه في مستويات عالية هلا رح نشوفهم مع بعض. البت دي ساب اخوي شو مالك؟ يلا البت بدي اخليه كواليس مع عن جد. البت دي ساب لا يحيى، يعني انه تطلع الضحكة بالغصب يعني مشان تبين انك كول وبتضحك وتضحك العالم، يعني لا والله ما بتضحك القصة. يعني اوكي مثلا اول مرة برات انه ضحكت انه انا رفيقك قطش عليك ومدري شو، اوكي، بس انه تعيدها مرة ومرتين وثلاثة بعدين انه تقول بدي اخلي الكواليس مع الفيديو، يعني هي مو مقصودها، انه هو بالصدفة، يعني عفوية الضحكة. يحيى حبيبي ما بعرف يعني هذا الماضي تبعك يعني شيله، امسحه من التيك توك كلياته. تعالي. شعرك طويل ولا شعرك كيرلي؟ الاثنين بيودوا على الموت. بتجنني يا قلبي من غير ما اشوفك. حيوانة بيرفكت جمالك. يا عم تظبط البنات انت هيك؟ شو عم تعمل يحيى؟ لا تقول لي هيك عم تظبط البنات ها؟ بعدين شو هذا عم تحكي للبنت حيوانه؟ انه شو البنت تجي تبعت لك على الخاص يعني؟ طبعا هذا يحيى مو مخلي ولا بنت، يعني بيحكي على البنت اللي شعرها كيرلي، بيحكي على البنت اللي شعرها سبل، بيحكي على البنت المحجبه، بيحكي على البنت السمينه، بيحكي على البنت النحيفه، شو ما بدكم انواع بنات بالكره الارضيه عامل عليهم فيديوهات، ما بده يخلي وما بده يوفر ولا بنت. يا هبلة قصيرة وكتكوتة وامورة وفرفورة، حيوان. بتغاري؟ ليش بتغاري؟ ولكم اللي بيغاروا منك. حبكوا والله فديت. او ماي جاد. ما الدرجه يعني. مشان الله يا جماعه الخير اي بنت قصيره مشان الله تلبس كعب، ما عاد بدنا قصار بالعالم، ما عاد بدنا اي بنت بتحس حالها قصيره يا اخي تروح تعمل عمليه او تروح تلبس كعب، المهم ما تبين قصيره قدام يحيى لانه حيوانه رح يخطفك. تعالي حياتي انت طويلة يا قلبي، اقل اشي عندك. فاهم ايش يعني؟ هم كلياتهم بروحوا بيشتروا كعب وهبل وهيك، وانت تمختاري يا حلوة. حيوان انت. يحيى مو من الشركة عم تحكي على القصيرة حبيبي، يعني سبات على شيء، سبات على فئة محددة، يعني مش شركة عم تحكي للقصيرة وهلا عم تحكي للطويلة، شو بدك بهدول اللي بيلبسوا كعب؟ من الشركة عم تغذي بالقصيرة. ما في يحيى، ما بدك توفر ولا بنت قصيرة طويلة سمينة نحيفة، ما رح توفر ولا بنت. يعني الفيديو من شوي قاعد عم يحكي على البنت القصيرة وحيوانة ما في منك، هلا قاعد عم تحكي على البنت الطويلة حيوانة، بيحكوا لك طويلة حيوانة، فديت كلياتهم بيلبسوا كعب الا انت طويلة حيوانة. اخ على هالماضي والله، الاردنيين يعني والله العظيم ما بعرف هدول، لا هيك عالم لازم تختالون يا جماعة الخير، لازم ادخلوهم بالبلد بالمرة. فقرة بيت بوكس على السريع. عجبك لايك، ما عجبك فولو يا بعد قلبي. اسمع. عجبني لايك، ما عجبني فولو، يعني طب انا على حالتين عم بدعمك يحيى، شلون يعني اذا عجبني لايك واذا ما عجبني فولو؟ اللي 7 اشهر بتدرب عليها يا اخوان، كيف؟ اعطوني رايكم.
هذا بيت بوكس يحيى، هذا بيت بوكس بحياة اختك، هذا بيت بوكس. بعدين هي هزة الشعر، شو انه انت كيوت يعني؟ شو هي هزة الشعر اللي عملت اخر شيء؟ انا برايي هذا فيديو البيت بوكس اللي عمله بيخلينا انه خلاص نوقف عن يحيى ونروح لحدا تاني، يعني ما فينا نكمل اكثر عنه. فديتها زعلان لانه بقولوا لك قصيرة مان. فديتها يا الله، حيوانة لك، حيوانة. فديتها. طبعا هذا ابو بيان، هذا ورجتكم الفيديو تبعه هو الخلافه تبع يحيى، يعني شوف اذا بتلاحظوا نفس الغزل، اذا بتسمى غزل، ونفس الكلمات ونفس كل شيء بيحكوا، حيوانه فديت. وشوفوا هلا رح اجيكم فيديو لما التقوا مع بعض، لقاء الجبابره هذا اسمه. عنا شوي. شو مالك؟ ايه بعيط يا زلمه. والله بعيط. وحد الله. ايش يا بيان؟ شو في يا بيان مالك؟ ييه. قل له حياك الله يا عم. والله حياك الله يا عم. حياك الله يا عم. تعال. يما حبيبي ابو بيان. اشوف كيف حالك؟ طلع اشوف طلع. يعني هو حاليا ابو بيان شاف الاب الروحي تبعه، الخلافه، يعني هو الخلافه اللي خلاه تبلش المسيره تبعه على التيك توك. طبعا حبيبي يحيى بده يبكي، يعني هو شاف الخلافه كلياتها قدامه، طبعا بده يبكي. بعدين عم يبكي الزلمه، انت ليش عم تصوره يحيى حبيبي؟ يعني شخص شايفك كقدوه بيحبك خير الله، جاء اول ما شافك صار يبكي، انت ليش عم تصوره؟ صاحبتي صاحب شيطان، كل يوم يروح سكران. ابو بيان شو هذا اللي تحت ايدك ابو بيان؟ ابو بيان يعني في على اليمين وعلى اليسار في شيء انت مو منتبه عليه يعني ابو بيان، يعني ليش لابس شيال ابو بيان؟ غطي احلق ماكينه ابو بيان، ليش الشفره ابو بيان؟ يعني فهمني ابو بيان، الشفره وين الشفره ابو بيان؟ طب ليش الشفره ابو بيان يا جماعه الخير؟ اللي لابس شيال ما راح فوت على الفيديو، خلينا نشوف الفيديوهات اللي لابس فيها نص كم او لابس فيها كم كامل. ترد علي في مجال، ترد علي في مجال، ترد علي. يعني اجى عيد الحب وما بتعيديني. رجعي لي المصاري تعوني. انت كسرت قلبي، لو ايش هيك انتوا غدارين يعني؟ لو ايش يعني اجى عيد الحب يا فرح وما عيدتيني؟ لو ايش هيك يعني انت بتعمل فيا فرح؟ لو ايش هيك تعمل فيا؟ لو ايش اسلم، لو ايش بتصور يا زلمه؟ بحكي مع فرح. بصورش قاعد بلعب بلاي ستيشن. انت شلون يعني اول ما فتلت راسك يعني انت ما لحقت تشوف الكاميرا هيك، انت قاعد عم تحكي هيك، واول ما ليش بتصورها؟ يعني انت ما لحقت تشوف انه عم يصور الزلمه، يعني هو بالمره مو متفقين على الفيديو، يعني انه اول ما فتل لسه ما فتل وشه، لسه ما شاف شو في قدامه، لسه ليش بتصور يا زلمه؟ انت ليش بتصور؟ طب تاكد يا اخي، صفون ثانيه ثانيتين بس، انه اول ما تفتل لسه ما فتلت وشك، ليش بتصور يا زلمه؟ يعني انا ما بدي احكي انه الفيديو متفق عليه يعني، بس انه زبطوا اكثر يعني ابو بيان حبيبي، شوي زبط اكثر. بيان كم عندك؟ كم واحدة بتحبها؟ 6 7 11 12 13 14 15 16 17. يا اخوان خلص انا سنجل اصلا بدي يعني لك والله العظيم ما عم بيسخال بيحكي عليه شيء، يعني مبين الزلمه درويش لك، بس شو الفيديوهات ابين يا اخي؟ شو الفيديوهات؟ يعني ابين عم تجبر الواحد يحكي عليك يا زلمه، طب شو الفيديوهات هاي اللي عم تعملها؟ يعني خلاص يا زلمه والله العظيم ما بدي احكي على بيان، والله العظيم انه بحبه، يعني والله ما بدي احكي شيء عليه، هذا شخص كان يطلع لي من زمان وكثير درويش هو، وكان ما في حدا ما كان يضحك عليه. انا ما بعرف اذا هلا مستمر، بس اظن كمان قبل فتره شفته فاتح صفحه جديده، هو كل يومين بيفتح لي صفحه جديده. ابين حبي اذا عم تشوف هذا الفيديو اعتزل حبي، والله اعتزل. أبو مراد أنا بدي أتجوزك على سنة الله ورسوله، منحب بعض، أنا ما عنديش أي مشكلة، أنا حابب أتجوزك، بس عندي شرط واحد، تكوني بتصونيني بتحبيني وترتبطي فيا لآخر عمر وما تفكر تحكي مع حدا غيري. أنا موافق أتقدم لك، برضو موافق أتجوزك، ما عنديش أي مشكلة، فاهمة؟ بتكوني بتشتغلي او طالبة جامعة من الجامعة للدار، من الدار للجامعة، او بتشتغلي من الشغل للدار، من الدار للشغل. حبيبي شو بدك تعمل يعني؟ تجيب لك البيت، هي تجيب لك سيارة تضمك تدفيك تحميك من الأعداء، تدفع المهر، تجيب لك هي الذهب، تجيب لك هي الأولاد، يعني ما بعرف شو بدك أنت بالضبط. لشو كل هالمتطلبات هي على تسريحة الشعر هاي اللي عملتها؟ لشو كل هاد؟ لو أنتوا شوفوا لي عامل لي هيك وعامل شعره لهيك وقاعد عم يتشرط، والله بدي إياك تصونيني وتضلي معي لآخر علاقة وتضلي وتعمل هيك وتعمل إيش؟ شو بدك أنت؟ يعني أنا بعرف هاي الشغلات البنات هن اللي بيطلبوها من الشباب، مو الشباب بيطلبوها من البنات لحتى يوافقوا يرتبطوا فيهم.
انا لابس حجاب مشان انصح لكل شاب تحجب. الحجاب سترة لإلك لغيرك. انا الشاب اين تحجبت بنصح من كل شاب تحجب. الحجاب سترة بتدخل على الجنة واني لابس الحجاب. الحجاب يا اخوان سترة للرجل. روح تحجب الله بغفر لك كل ذنوبك. ابو مراد الله ياخذني اذا عاد شوف لك فيديوهات، انا الله ريته لا يوفيني اذا عاد شوف لك فيديوهات. ابو مراد شو هالمنظر هذا؟ شلون الله بده يغفر لي اذا حطيت حجاب؟ بعدين شو الحجاب اللي حاطه هذا؟ شعرات هيك منزلهم، شو الحجاب هذا؟ يا زلمه من شو هالعالم؟ من وين بتفكر يا رجل؟ والله العظيم بتطلع من وين بتفكر هالعالم؟ اهالي الاردن هيك عالم عم يضروا بسمعتكم، انتبهوا من هيك عالم، انتبهوا حدا يختارهم يطلعون برا الاردن. بس يا جماعة الخير لهون راح ينهي الفيديو، بس بدي احكي بموضوع يا جماعة الخير انه انا كل فيديو عم نزله نزلت عن الجزائر ونزلت عن مصر، وانه اغلب التعليقات بسوريا بيحكوا لي انه هدول ما بيمثلونا ولحنا هيك ولحنا هيك. انا بعرف يا جماعة الخير، يعني انا بعرف انه هدول العالم ما بيمثلوا البلد نفسه، او حتى العالم اللي بيعمل عليها فيديوهات، يعني مثل هذا الفيديو حطيت ابو بيان وحطيت الاخرامي وفي اكثر من شخص حطيتهم كمان. انا يا جماعة الخير ما بوجه لهم الاساءة، انا فقط عم بطلع عم انتقد الشيء اللي عم يعملوه بس. يعني انا عم بطلع اضحك على الفيديوهات لانه هن لما عم ينشروها هن هدفهم يضحكوا العالم، فانا عم بعمل ردة فعل عليهم بس. انا لما عم بكتب دارك ويب الاردن لانه هن فعلا اردنيين، بس انا اكيد ما عم بجمع الاردن كلياتهم من هيك فيديوهات. او لما نزلت عن الجزائر شفت اغلب التعليقات انه هدول ما بيمثلونا، انا بعرف ما بيمثلوكم يا جماعه الخير، انا ما حكيت اهل الجزائر كلياتهم ليكم بالفيديو، يعني انا بس اعمل فيديو دارك ويب عن سوريا راح طلعكم النشح تبع سوريا، واكيد هذا الشيء ما راح يمثل سوريا يعني. فيا جماعه الخير الله يرضى عليكم، هدول فيديوهات للضحك فقط، مو اهانه للدوله ولا اساءه ولا اي شيء. وبس يا جماعة الخير لهون بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم هذا الفيديو حطوا لايك، خلينا نوصل الفيديو لأكثر من 2000 لايك، واكتبوا لي يا جماعة الخير مين الدولة الجاية اللي بتكونوا عمل عليها ردة فعل، يعني بتكون سوريا أو بتكون بلد من الخليج. أظن الخليج ما عملت ولا فيديو لسه عنه، فاكتبوا لي تحت بالتعليقات مين الدولة اللي بتكونوا عمل عليها ردة فعل الفيديو الجاي. وحساباتي التواصل الاجتماعي رح تلاقوها كلياتها بالوصف. أي فكرة بتحبوا إني أشوفها، أي فيديو بتحبوا إني أعمل عليه ردة فعل، ابعتوا لي إياه كان على انستا وعلى التيك توك، ابعتوا لي إياه، يعني اعملوا لي منشات، ما تبعتوا لي إياه على الخاص. أو إذا في مواضيع ترند أو مواضيع طالعة هالفترة وأنا مو طالعيت لي مو شايفها، فاكتبوا لي إياها تحت بالتعليقات، وأنا إن شاء الله بشوف التعليقات تبعكم كلياتها. وبس يا جماعة الخير شكرا لكل الدعم اللي عم تقدموا لي هي الصفحة. دمتم ودام الوطن ويعيش الشعب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.